وقت غدا طياره ظل وحدك، اقرب صديق لك وكتلوه والله واسفه. لك طيار الخايس ولك يكتلون اخوك قدامك وما تفزع عليه واسفه. ولك شلهوب انا خايس، ولك لو مو ميت امرعك مرع، حتى الموتى صاروا ضدي. ولك ابو رخيصه كان ما مرع الطنش الدكانه قدامك. ولك لو مو ميت ادقك 100 نعال. خلنا نقوم، هذا ما يفوت حالي لا ما انتقم له. شلون بيه شلون تورطت هاي الورطاني. بوي انت اليوم ما عاجبني، شو مسوي؟ بويا كل شيء ما مسوي، مالك شغله انسى السالفه. ولك شنو هسه السالفه؟ ولك قلقتني لازم انت مسوي لك شيء. يعني هسه انت اذا عرفت راح تحلها راح تشرمها الله وكيلك تزودها وما تنقصها، عوف السالفه بويا. بس اذا جا واحد عليه قل له ما موجود منصور مسافر. ولك مسافر؟ ولك وراها طلابه كبيره لازم تجي تقول لي هسه. اقول لك بس ما تحكي وتوقف وياي. ولك لا ما اوقف وياك، ويا من اوقف؟ كان ابوي وتعبيت واي ما اوقف ويا ابني. انا راح اقول لك بس انا ادري راح تورط ورطه بهاي السالفه. البارحه تعاركت ويا قداوي طياره وجاك طنش والولد ويحط لك طنش على شلهوب ودكامات، وهسه انا متهم بجريمه قتل. جريمه قتل؟ يا ابوي ماكم شوك؟ بويا شردت وهسه الشرطه تدور علي يردك تساعدني. ولك شو اساعدك؟ ولك انت مجرم، ولك بيد اسلمك للشرطه اليوم. مو انا اعرفك سوي هاي السالفه بيه. انا بعد مجرم راح انسجن اكد لك والله. يا ابوي بغرة راح تقتلني. ابوي شاغلك اني شلونك واحد سلمنا للشرطه؟ من احط طلقه براسك ما اخاف. قوم اي واحد عليه تقول له ما هو منصور. اي ابوي بس بغرة راح اطشر مشيش راسي. قوم قل مسافر لايران ما يجي بعد. دير بالك تحكي لا تحكي. شلونك عم شبر؟ ندور على ابنك منصور وين؟ عمي ابني سافر، قصده سافر. ابنك سافر عليه جريمة قتل، وين سافر؟ ابني عليه جريمة قتل. ابني ما هو سافر لإيران. عمي ابنك مجرم نبحش القاع ونطلعه. لا تستروا له، اللي ستر له ترى وياه للسجين. انا شيخ وهالوادم كلها تعرفني، ولا ما سلمت بيدي بعد ما اعرف اسولف. حجي شبر البيت تحت المراقبة، إذا اجى ابنك منصور وما بلغتنا أنت وياه ترى بالسجين، تيمان لا. يعني هسه كله من وراك طنش هاي، هسه احنا حال الضيم حالنا بالسجن وراح يحكمونا مؤبد، ما نعرف مصيرنا شنو، من وراك انت تتشيته مكيف ام ذاك. ولك سخمت وجوهنا سويت بينا، يعني هسه احسن لك هسه بين 4 حيطان. اروح ارجع الدتشه واطلع السكينه من بطنه يعيش. لك شنو ترجع الدتشه ماخذها منها قرضه انت؟ ترجع رجال مات شنو ترجعها؟ شراره شلونك؟ شلوني؟ انا تعبت ومليت وما اريدك بعد، صار لي سنه اركض وراك كل شيء ماكو. شراره جيت انا اعتذر يخريدك وماكو مثلك مره وفيه، تعبت على يدتي. جات استوك دريس، لا خليت سحوره، لا خليت دربونه ما طبيت من وراك، حتى شواربي صار نطخان ما ماخذ خيط صار لي سنه. شراره انا اعتذر، سامحيني ابو سيدك، تقبلين نرجع نتزوج مره ثانيه؟ يا صدق تحكي لو الشاقه؟ اي والله صدق احكي، ولا ما تصدقين قوم خل نروح للشيخ نملك. يم عيون غزل وعيونك الترفاس. يلا خوت عوف الشعر، لا تشعل قوم خلنا نملك. يم عيون حراقه، قولي لي شو وقت نتلاقى؟ اليوم تلاقينا. هاي شنو هاي؟ ايش عندها مشوات شبر؟ ولهيك ما اسمح لك، هاي مرتي واخر منها لا اسويك اثنين. ولهيك هاي بليش وقت صار عليها زلمه ولك انت؟ مو انت مطلقها؟ رجعت الكبد مالي ولا تريد اسالها. شراره تردين لا تردين هذا شبر. انا ايش عندي غير شبر شبوري ويلعب بالقوري؟ اكيد شبوري حياتي. عجبت على قوم احترمته احتقروك، احتقرته ما احترموك. ولك هو مو كان يحب امريكا ولابسك ويصرف عليها؟ اي صحيح، كانت امريكا تضحك علي، وهسه انا عرفت اللي يحبني واللي ما يحبني، والقطبيه كانت هي ورجلها، وانا هسه اختاريت الصحيح. يعني هسه وكل الله انت انتهميت؟ انت شيل لوتي لما خلتنا احبها؟ مو اهم شيء الجمال، اهم شيء الحب. شوف ايش قد صابرت لك انا حتى شوارب اطوال.
شبر عوف هاي الكلاوات لا اسقطك، وخر عن شراره خلينا ناخذها. شنو تاخذها ولك؟ ولك شمرين عليه شمرين عليه. اخ ولك انت طق لك الا شبر. اي اعطيك ونص، شيرين انا اليوم تعبان. هذا تاليته اللي يدور نسوان، يجي شبر يكتله ويظل طول عمره لا حول ولا دبر. ولك امريكا انا هاي تاليتي امريكا. ولك باقر كلام جاي طق المرض امريكا. هسه حتى مرضك هذا لا يتعالج، مو زين هذا، وين نلقى علاج؟ ولك هسه احكي لي شو اسوي حتى ما عندي فلوس واتعالج بهني امريكا، راح اموت وموته خايسه. ايش بيدي عليك حبيبي؟ اروح اشوف وين شبر بكر يدبر لنا كم فلس. ولك هو هذا يشطي اذا يقتل راح يعطينا 25، وانا المرض مالتي ثخين وبعد حتى ما يجي بسطنا يا امريكا. ولك شلون بينا راح اموت. خليني اشوفه بكر قانع يبيع كليه من ملاته. ولك شي يدبر مين يحصل واذا باع كلاته، اذا هي كلاته تقول قرصه ما دجاجه كان حوصله هاك براته ما زعاطيط ما يجيب لها حتى 10 ملايين. حبيبي بدي خليني اروح احكي والله كريم. الله كريم. يا يابا والله مطلوب، ما ادري شلون ست تدير علي، ضحكت علي امريكا. شبير شو تريد هاي صخامه؟ ها خارج، ايش تردين؟ عندي شغله وياك شبوري. لا خروري ولا زروب، ايش تردين؟ ايش عندك؟ ولك باقر كلبتي ابي مرض مو زين وراح يموت. وانا ايش علي يموت موت الكلب؟ تقبل انا ينكسر قلبي؟ من كسرت قلبي ما اهتميتوا ولا فكرتوا، وهسه جايه تقولي لي عنده مرض؟ والله حاله يكسر الخاطر، ما تبيع له كليه وطينا فلوسه خلينا نعالجه. وليش وصلت المرحله للكليه؟ وليش كان العالم ما اعطيه الدور للكليه؟ بس تعال شوفه يكسر الخاطر والله. تعال شوفه، تعال شوفه شلون مريض خطيه، شوف حالته شلون ساعده. ها كلب كان منعول، موت الكلب ان شاء الله. ولك انت جاي تشمت بيه، قوم اطلع برا. لا والله ما شمت، بس قالوا مريض صاير عنده خبيث، ان شاء الله تموت من وقت. ولك شفيني شرك فال الله ولا فالك، امشي قوم اطلع برا يلا. كلبتي كنت قوي وتقط بالعالم ما تخاف الله، شوف الله سوى بيك حالك حال الكلب نايم بالفراش. ولك يا كلب انا كلب والله وقت خلاني هيك ما اقدر اقوم لك. ولك امريكا طردي. وليك انا راح اروح، تتذكر من طقيتني بوكس بالباب هذا بعد خبيث. يا ابوي غلق عين الله لا ابقى. ولك امريكا جبتي طلابه. هذا تالي كل واحد ظالم وفاسد، هذا تاليه. امشي اوقف مو هسه، خليك قاعد بمكان وين شفته يلا. خلي امن. وترك سدت يعني الماي وقيعانه ظلت يابسه، ماكو ماي، شلون نزرع ما ندري. اليوم الا قلت لك يا شبر. يا ابويا راح يقتلني يا ابويا، ابويا قتلني. ولا قدعت تقتل ابوي. ولا قلت لك موت لك كلب موت. قتله. اوقف لا يتحرك، اوقف. عماني مالي شغله، اجى يقتلني وابني قتله، نزل مسدسك. عم ابوي ما له دخل، هذا جاي يقتل ابوي وانا قتلته. لك سكينه. يلا امشي. هد ابوي هده. يلا امشي. طب ليك طب. هاي انتم هنا. منصور اجا ويانا اجا ويانا واخيرا جيت ويانا. هاي نهايتي ونهاية كل شيء خصمت لي. إذا عنده أصدقاء سوء مثلكم، لو يمشي بالطريق الأعوج وما يمشي بالطريق العدل، هاي نهايته. راح يروح بالسجن لو إعدام لو مؤبد. يعني انت شو تريد نهايتك يعني؟ بروفيسور؟ لو دكتور، هو انت نهايتك ويانا. وهاي كانت نهاية المسلسل، وشكرا لكل شخص شاهد المسلسل واستمتع ويانا. ونصيحة من عندي لإخواني الأصغر مني وإخواني اللي أكبر مني اللي شاهدوا المسلسل ويانا، لا تقلدون أي مصطلح ولا أي شيء من المسلسل، إنه كل هذا إنه هو عبارة عن كوميديا حتى نسعدكم.
اللي اريده من يمكم تهتمون باهلكم وباخوانكم، الاحترامات والمحبه بيناتكم، تختارون اصدقائكم صح، وتهتمون بدراستكم. وانتظرونا ان شاء الله بمسلسل جديد قريبا. تابع القناه وفعل جرس الاشعارات، ونلتقيكم بمسلسل تليق بيكم. مع السلامه.